المغرب هريانه في كل حاجه. بص مكسره عظمنا في كل حاجه، منتخب اول، منتخب محليين، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب معرفش اولمبي، كله. لاول مره احس فعلا انه مفيش اي حد كان في ارض الملعب عنده دم. لاول مره احس ان الناس مش حاسه يعني ايه منتخب مصر. عمرك شفت كده؟ يا راجل ده احنا مش عارفين نشيل، يا راجل ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره يا راجل. يا نهار عره يا جماعه، يا نهار، ده الواحد كان مكسوف من نفسه، ده الواحد عايز يستخبى جوه هدومه. ده احنا مش عارفين نطلع بالكوره في كده؟ هل ده منطقي؟ والنتيجه فشل في فشل في فشل في فشل. في ناس بتقول لك ايه، ما تقارنش بالمغرب، ما تقارنش نفسك بالمغرب. ليه ما اقارنش نفسي بالمغرب؟ وانا كنت فين من 15 سنه والمغرب فين؟ انا كنت فين والمغرب فين؟ من 15 سنه. ارفع القبعه للكره المغربيه. الكره المغربيه اصبحت مصدر فخر لكل مواطن مغربي. الكره المغربيه بتغطي على كل المشاكل السياسيه اللي موجوده في المغرب. هي دي كوره لو استغلتها صح هتلاقي الجمهور جاي لك لوحده، لان احنا جمهورنا وطني وجمهورنا بيحب المنتخبات. انما النهارده لما يبقى مستوى المنتخبات بتاعك وحش والمدربين مالهمش اي افكار والمجاملات موجوده، هل انتم متخيلين ان الجمهور ما بيحسش؟ بيحس. والنتيجه فشل في فشل في فشل في فشل. في ناس بتقول لك ايه، ما تقارنش بالمغرب، ما تقارنش نفسك بالمغرب. ليه ما اقارنش نفسي بالمغرب؟ وانا كنت فين من 15 سنه والمغرب فين؟ انا كنت فين والمغرب فين؟ من 15 سنه. واحنا عندنا صدمه. لا فضيحه، يعني فضيحه. انا في الحلقه اللي فاتت كنت انا والدكتور وليد معاك، وانت سالتني قلت لك يعني هنتغلب، فانت بتقول لي، قلت لك انا مصري بس انا ما اتمناش، بس انا عارف ان احنا هنتغلب، وقلت لك 3، بس انا ما كنتش فاكر انها تفتح كده يعني. لا عملناش حاجه خالص النهارده يا كابتن. انا راهنت على الروح، راهنت على الاصرار، راهنت على ان فرصه عمر جايه لك كفرقه. يعني بتنسى كل حاجه، يعني انت فاهم فرصه بتجيلك مره في العمر انك تحقق. لا احنا قلنا ان ميكيلي مدرب كويس قوي، ولكن هو ما حضرش بدائل كويسه. فرق كواليتي رهيب. انا بقول لكم احنا وصلنا فين في الكوره والمغرب وصلت فين في الكوره. هم 2005 بتوعهم بيصعدوا اول على البرازيل والارجنتين، واحنا 2005 بتوعنا بن يا رب هولندا تتعادل مع الدنمارك عشان نصعد بفرق الحظ. النبي ده الكلام. وحماده انور ما ياخدش، يا رب والنبي ما ياخد انذار. يا جماعه والمصحف بذمتكم مش عيب؟ مش عيب والله العظيم عيب لما يكون مصر بقيمتها الكبيره بعدد البطولات اللي اخدتها رقم 1 المفترض على افريقيا، بنوصل لدرجه ان السوبر ستارز بتوعنا اللي بيلعبوا في انديتنا بيلعبوا منتخب المحليين، واحنا بتوع ما عندناش. القماشه مش موجوده، مفيش. بس عمالين نناكف بعض، بتاع المحليين بيناكف الفريق الاول وبتاع الفريق الاول بيناكف المحليين وشغالين مناكفه. نيجي بقى في الاساس مفيش. نيجي في الشغل على الارض مفيش. المغرب هريانه في كل حاجه. بص مكسره عظمنا في كل حاجه، منتخب اول، منتخب محليين، منتخب شباب، منتخب ناشئين، منتخب معرفش اولمبي، كله. المنتخب المغربي ادى لكل المنتخبات الاوروبيه كلها وبتاعت امريكا الجنوبيه كلها، ادى على وشها بكل ما تحمله الكلمه من معنى تعالى يلا بينا. وانت بتتفرج ايه؟ على اداء حلو ونتيجه. ومفيش وقت من الاوقات الرجاله دي قالت احنا شكرا تمثيل مشرف. لا. طب عايزين تعرفوا القصه ايه؟ اللي هي الاكاديميه الام، اكاديميه محمد السادس، بتحقق هذا النجاح. فقال لك طب ليه لا انا ما اعملش اكاديميه واطلع لعيبه اوديها وابيعها لاكاديميه محمد السادس. قال لك ما هو بيزنس، بس ده بيزنس بقى ايه؟ من اللي بيجيب فلوس بجد، مش اللي انحت اديني في السبوبه واجري. شوفوا يا باشا الواد ده يتسجل بكام؟ ب10 ب20 ب30,000 اهو، بوسه وحضن والولا عندك بقى، مش هوصيك عليه خلاص، يلعب وياخد نصيب الناس التانيه الكويسه. لا نعمل اكاديميه بجد، فالاكاديميه هتطلع لعيبه بجد، فانا هقوم